حادثة على الهواء تفضح دعم الأهلي المخزي. عمر جابر إلى هذا النادي، حكاية منع مرتضى منصور من الترشيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم. اليوم هنتكلم في 3 مواضيع مهمة جدا، فأرجو منكم اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أول موضوع هنتكلم فيه هي حدثت امبارح، حدثت على الهواء مباشرة. الكابتن سيف زاهر أعلن امبارح في قناته اللي بيقدمها في قناة الأون سبورت إن يوجد عرض عظيم لحمدي فتحي بكام؟ ب5 مليون دولار من نادي الوكر القطري. وقال كمان إن أحمد فتحي استحالة إن هو يوافق، والأهلي استحالة إن هو يوافق، والأهلي متمسك باللاعب واللاعب متمسك بالأهلي، يعني الاتنين متمسكين ببعض جدا. جاله اتصال من صحفي من قطر. اسمه ايه بقى الصحفي ده؟ الأستاذ عبد الفتاح. قال لسيف زاهر ان اللاعب متفق مع نادي الوكر من شهر ونص، والعرض الاهلي موافق عليه، يعني الاهلي موافق على العرض. والعرض ده ولا 5 مليون ولا 4 مليون ولا 3 مليون، ده اقل من كده بكتير. سيف زاهر سأله: هو حمدي فتحي عايز يمشي؟ قال له: الوكيل بتاعه هو اللي متفق، وكمان افاجئك، الوكيل بتاع حمدي فتحي هو اللي عرضه على نادي الوكر. يعني الوكيل بتاع حمدي فتحي هو اللي عرضه على نادي الوكر. الاهلي موافق وكله موافق. يعني ايه معناها الموضوع ده؟ لو تيجي يعني نشرحه شوية، نقول حاجة نفهم منه حاجة، ان الدوري المصري ده مش متشاف، ولا الاهلي متشاف ولا الزمالك متشاف ولا اي فريق متشاف. وعلى فكرة نادي الوكر ده هو نادي من المستوى الثالث، يعني مش من المستويات الاولى زي نادي السد القطري. وحمدي فتحي مش معروف في قطر ولا متشاف. والغريب في حاجة، ان سيف زاهر في نهاية البرنامج بيمدح في امير توفيق اللي هو مسؤول عن التعاقدات في نادي الاهلي، لان امير توفيق بيكذب ومحدش فاهم. وبعدين بيقول لك كمان ايه: اطلع بقى يا امير يا توفيق انفي الكلام اللي الصحفي ده قاله. وده كان موضوع غريب جدا. هو ليه بيكذب امير توفيق؟ محدش عارف. هذا هو فساد الاعلام المصري. ده بالنسبة للموضوع الاولاني اللي انا اتكلمت فيه. الموضوع التاني اللي انا هتكلم فيه هو عمر جابر الى هذا النادي. عمر جابر من اللعيبة اللي جمهور الزمالك بيتنمر عليه بشدة وبقوة. والجمهور طلع غضب، طلع غضب موسم سيء في مين؟ في عمر جابر. والجمهور داس على عمر جابر بشدة. ليه؟ لأن جمهور الزمالك كان متصور إن عمر جابر هيكسر الدنيا، وعمر جابر ابن من أبناء الزمالك، والزمالك كان بيحاول يجيبه ويستعيره من فترة طويلة، ولكن وجدوا مستواه كان سيء جدا. عمر جابر بعد كده كله قرر انه بعد ده كله يعني قرر ان هو يرحل، وكمان توصل لاتفاق مع نادي مين؟ مع نادي فاركو في الموسم القادم. الموضوع الثالث اللي احنا هنتكلم فيه هو موضوع حكاية منع مرتضى منصور من الترشيح. بليغ أبو علي ده صحفي كتب بوست غريب كده ومبهم ولغزي كده، يعني في لغز كده وفي إشارات لحاجات معينة. كتب: وماذا بعد العزل 5 سنوات من ممارسة العمل التطوعي الرياضي؟ قانون الرياضة. يعني هو بيعني ايه بالكلام ده؟ هذا هو قانون الرياضة. يعني الإشارة هنا ايه؟ بتشير إلى نادي الزمالك، بيقصد هنا مرتضى منصور ومجلس إدارته. هل فعلا إن ممكن يمنع مرتضى منصور ومجلسه من ممارسة العمل الله أعلم. التطوعي هل وزارة الرياضي الشباب لمدة والرياضة خمس تمنع مرتضى سنوات منصور وإدارته 5 سنوات من العمل الرياضي التطوعي؟ هذه هي الحرب الباردة بين الوزارة ومرتضى منصور. نتمنى أن هذا الموضوع يخلص بقى بسرعة، لأن احنا بصراحة تعبنا جدا من موضوع اللجان، وده يروح وكل يوم يتشال رئيس النادي وكل يوم يرجع رئيس النادي، وقضايا وحكايات، وجمهور في النهاية هو جمهور الزمالك هو اللي بيشيل كل المشاكل ديت.
أنا كده خلصت. أحب أشكركم كتيرا جدا على أنكم استمعتوني. ألف ألف شكر، وبإذن الله ألقاكم بكرة في فيديو جديد. وما تنسوش الدعم ولايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم جديد. مع ألف سلامة.